السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة إعدادي في كل مكان، إن شاء الله تكونوا بخير يا حبايب قلبي. طبعا معانا النهارده محافظة جديدة وبنكمل معاك سلسلة حل محافظات تالتة إعدادي. استنانا في مراجعة نهائية ليلة الامتحان جامدة جدا إن شاء الله. أهم حاجة تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وتصلي على النبي وتكتب لنا كومنت حلو كده شبهك، ونبدأ بمحافظة الفيوم. بص يا عم، الكتاكيت واللي منها مع أهل الفيوم فوق دماغنا كلهم والله. بص يا جماعه، اول حاجه جايب لي خريطه بيقول لي تاني دول العالم انتاجا للحديد. تاني دول العالم انتاجا للحديد طبعا هي دوله استراليا. الاولى طبعا انتوا عارفينها وهي مين؟ الصين. اتنين، اهم المدن البرازيليه دي مدينه مين؟ دي مدينه برازيليا. ثلاثة، هنا بيقول لك مدينة لها أهمية دولية. لها أهمية دولية، يبقى مدينة نيويورك. ليه مدينة نيويورك بقى؟ قال لك لأن مدينة نيويورك بها مقر الأمم المتحدة، فبقول إنها أهمية دولية للعالم كله. جميل جميل. بص يا عم، بيقول لك اختر تتركز أكبر دول العالم إنتاجا للقمح. طبعا أكتر دول العالم إنتاجا للقمح هي الصين، ودي شرق اسيا، وعندك الهند اللي هي جنوب اسيا. يبقى الاجابه عندك طبعا شرق وجنوب اسيا. اتنين، اي من الاشكال الاتيه يمثل انتاج قارتي اوروبا واسيا من الفحم. طبعا اوروبا واسيا بينتجوا 3/4 الفحم، فانا عايز شكل يمثل 3/4. طبعا عندك الاولى نص، الثانيه اعتقد ربع. حلو، ده تلت، ده يعتبر ايه؟ 3/4. فالاجابه الصحيحه هتبقى ايه؟ د. جميل. بعد كده، اقليم صناعي يقع الى الغرب من اقليم روسيا واوكرانيا. ما تيجوا تصلي على النبي يا ولاد كده. بص كده معايا بالراحه، بيقول لك اقليم يقع الى الغرب من اقليم روسيا واوكرانيا. مش هتفهمها غير لما نجيب لك خريطه. طب تعالى كده نشوف الخريطه بتاعتنا في السلايد اللي فاتت. بص كده، اقليم روسيا واوكرانيا هنا كده في المنطقه دي. حلو، في المنطقه دي كده. تعالى كده بلون تاني، ده اقليم روسيا واوكرانيا، هنا شرق وهنا غرب. يبقى مين الاقليم الموجود هنا؟ اقليم طبعا غرب ووسط اوروبا. يبقى الاجابه عندك لما اجي اقول لك اقليم صناعي يقع الى الغرب من اقليم روسيا واوكرانيا، طبعا العباره هتبقى عندي اقليم غرب ووسط اوروبا. فكره حلوه على فكره، من الاسئله الجميله قوي. النشاط الزراعي في جنوب شرق اسيا والنشاط الزراعي في قاره اوروبا. ايه الشبه بين النشاط يا جماعه اللي موجود في جنوب شرق اسيا والنشاط الزراعي اللي موجود في قاره مين؟ اوروبا. نقول ان كلاهما يعتمد على الزراعه التجاريه العلميه. جنوب شرق اسيا طبعا مطاط وشاي. عندك قارة أوروبا عندك الإيه؟ القمح. اتنين، إيه الشبه بين القطن والمطاط الطبيعي في إنتاجهما العالمي؟ يعني إيه الشبه بين القطن والمطاط في إنتاجهم العالمي؟ يعني هنا بالنسبة للإنتاج يا جماعة، مش بالنسبة إن هم مثلا بيخشوا في صناعات أو الكلام ده كله، بيقول لك بالنسبة للإنتاج. يعني هبص لمين أولى القارات ومين أولى الدول. فلما بص للقطن والمطاط الطبيعي، القطن والمطاط الطبيعي بص تعد قارة آسيا أولى الدول أو أولى القارات القارات المنتجة لهما. السؤال بما تفسر تعد إندونيسيا من أهم الدول المنتجة للأسماك بسبب تمام كده طول السواحل على البحار والمحيطات، والكلام ده ينطبق برضه على الولايات المتحدة الأمريكية. وعندك تقدم وسائل الصيد. اتنين، بيقول لك يعتبر سكان البرازيل خليط من أجناس مختلفة. ليه؟ لأن يعيش بها
الهنود الحمر هم السكان الأصليون. أصل أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية الهنود الحمر. حلو. وعندك العناصر ذات البشرة السوداء اللي هم الأفارقة، دول طبعا جايين من أفريقيا. وعندك الأوروبيون المهاجرون من قارة مين برضو؟ أوروبا. استخدام الغاز الطبيعي على نطاق واسع. ليه بقينا نستخدم الغاز الطبيعي في نطاق واسع في الصناعة؟ طبعا يا جماعة سهولة نقله، رخص ثمنه مقارنة بالبترول، يعني أقل تلويثا للبيئة. ده اللي جغرافيا بيقول لك في علاقة بين الإنتاج الحيواني والصناعة. يبقى أنا هنا عايز علاقة بين الإنتاج الحيواني منتجات الحيوانات والصناعة. نقول له إيه بقى؟ حيث تعد الجلود من المنتجات الحيوانية. جميل. اللي تدخل في صناعة دباغة الجلود وتشكيل منتجات جلدية مختلفة، شنط بقى وأحذية واللازم منه. جميل. بالإضافة لإيه بقى؟ عندك الأصواف اللي بتخش في صناعة غزل الصوف، يعني خيوط الصوف يعني. السؤال اللي عندي ما مدى مصداقية العبارة؟ يعني عرفني الإجابة صادقة أو غير صادقة. حلو. مع ذكر السبب في الحالتين. يقول لك اختلاف، تمام كده، الجزء الجنوبي الشرقي للبرازيل والجزء الجنوبي لنيجيريا من حيث المناخ. يبقى العبارة طبعا العبارة صادقة. ليه صادقة؟ صلوا على النبي. العبارة صادقة لأن المناخ اللي موجود جنوب شرق البرازيل معتدل رطب. أما الجزء الجنوبي من نيجيريا مناخ ايه؟ مناخ استوائي. جميل جميل. طب تعال نكمل. يوجد اتصال ارضي بين جميع اراضي دولة الولايات المتحدة. بيقول لك ان دولة الولايات المتحدة فيها اتصال ارضي، يعني كلها حتة واحدة. طبعا العبارة خاطئة. ليه يا حبيب قلبي؟ لانك انت خدت ان الولايات المتحدة يعتبر 50 ولاية، وفي ولايتين خارج الموقع الفلكي والجغرافي لمين؟ للولايات المتحدة. ازاي يا مستر؟ بص يا حبيب قلبي، السؤال ده محترم قوي يعني. حيث تقع ولاية كاليفورنيا شمال غرب أمريكا الشمالية، يعني اللي بيفصل بين الولايات وألاسكا دولة مين؟ كندا. بالإضافة لجزر هاواي في المحيط الهادي. من الأسئلة الحلوة على فكرة والقوية جدا يا جماعة. يحدث إذا اتبعت مصر الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة. يعني يا أولاد مصر عندنا زراعة أصلا زراعة كثيفة. حل. لو غيرنا من الزراعة الكثيفة واتبعنا الزراعة العلمية أو الزراعة الأساليب العلمية في الزراعة، يعني ده ممكن نقول يؤدي إلى زيادة طبعا الإنتاج. ممكن نقول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، يعني مشبعين نفسنا يا أولاد. بالإضافة إن إحنا لو عندنا زراعة علمية هيكون عندنا فائض، يعني إحنا مشبعين نفسنا وعندنا فائض كمان. الفائض ده بنعمل فيه إيه؟ بنصدره بره. جميل. عندي فائض للتصدير. طب لما تصدر بره إيه اللي ممكن يحصل؟ لما تصدر بره يا حبيب قلبي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي. فهو بقى معايا كده عشان نخش على التاريخ دلوقتي. صلى على النبي. بص يا أصدرت هدى شعراوي أول مجلة نسائية مصرية، وهي مجلة الريحانة، تدافع عن حقوق المرأة. طبعا لا، مش هدى شعراوي. هدى شعراوي رئيسة لجنة الوفد المركزية اللي تم إنشائها 1920. امال مين اللي عمل مجلة الريحانة؟ ريحانة جاي من الريحان، الريحان ده ريحته حلوة صح؟ يبقى جميلة. شوف الموضوع لذيذ ازاي؟ جميلة حافظ. شغلت الدكتورة آمال عثمان منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. العبارة طبعا صحيحة. تمام كده. حيث شغلت المرأة بعد المجالس النيابية
او المجالس التشريعيه، ماشي، زي امال عثمان. نخش على السؤال اللي بعده. دلل تاريخيا. بيقول لك يعد عام 1923 تاريخ فاصل في تطور الحياه النيابيه. يعني يقول لك 1923 دي المرحله عندنا، يعتبر مرحله من مراحل تطور الحياه النيابيه. ادي بالنا الرخمه دي. المهم 1923 يا جماعه تم اصدار دستور 1923 اللي هو حريه تكوين الاحزاب السياسيه. اقف عندك. مش كده بس، لا، ده انشاء برلمان يمثل السلطه التشريعيه في ايد مجلسين، مجلس الشورى او مجلس الشعب ومجلس الشيوخ. هنا بيقول لك ظهور احد اشكال التحالف الدولي. يعني في تحالف ضد مين؟ ضد مصر عقب تأميم شركة قناة السويس. هو تم تأميم شركة قناة السويس سنة كام؟ ايوه بالظبط كده، شهر 7 1956. ايه اللي حصل بعدها؟ طبعا ده اضر بمصالح الدول الاقتصادية او الدول تمام كده اللي هي الاستعمارية مثل بريطانيا. فأدى الى ايه بقى؟ نقول له مشاركة، حيث شاركت بريطانيا مع فرنسا وإسرائيل في العدوان. ايه ده بقى؟ في العدوان، استعملونا يا جماعه بقى، في العدوان الثلاثي 1956. جميل جميل. رفع الرقابه عن الصحف ده في عهد مين من حكام مصر؟ صلى على النبي يا حبيبي. رفع الرقابه عن الصحف ده كان من الاجراءات الداخليه للتجهيز لحرب مين؟ اكتوبر. يبقى في عهد الرئيس محمد انور السادات. صدور دستور جديد في يناير 2014. في ناس بتغلط فيها وتقول عبد الفتاح السيسي، لا، هو صدور دستور جديد في عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية. يبقى في عهد أحد أفراد السلطة القضائية. تخلي بالك من النقط دي، بتيجي فيها أوقات كتير. ماشي؟ نكمل. منح ليه السبب اللي خلى الرئيس السادات يمنح المشير أحمد إسماعيل أعلى الأوسمة العسكرية اللي هو وسام نجمة سيناء؟ ممكن نقول لدوره في حرب اكتوبر. الراجل ده عمل ايه؟ تولى التخطيط والتنسيق على الجبهتين المصرية والسورية. حلو. وخاض او حط خطة الخداع لصرف انظار اسرائيل عن تجهيزات مين؟ تجهيزات مصر وسوريا. ماشي، نركز مع بعض. ده سؤال محترم برضو، وسؤال بيتكرر كتير جدا في الامتحان لاحمد اسماعيل. ما مدى مصداقية كل العبارة مما ياتي مع ذكر السبب في الحالتين؟ بص يا عم، ادى الفساد الداخلي، فساد داخلي يبقى انا عايز هنا حاجة داخلية، والتآمر الدولي حاجة دولية، معا إلى هزيمة الجيش المصري والعربي في حرب فلسطين 48. طب صليت على النبي؟ الإجابة هنا هتبقى عندي يا جماعة، هنقول له إن الفساد الداخلي تمثل في إيه؟ في فساد نظام الحكم، واستبداد الملك فاروق طبعا بالحكم، وانتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. هل؟ طب النقطة الثانية ما تسيبهاش، لا التآمر مين؟ الدولي. بص يا جماعة، حيث قامت بريطانيا مع مين؟ مع الولايات المتحدة الأمريكية، تمام كده، بتقديم اقتراح لمجلس الأمن عشان يوقفوا أو يعملوا هدنة، تمام كده، بين العرب، تمام كده، وإسرائيل في حرب مين؟ في حرب فلسطين 48. ليه؟ عشان إسرائيل، تمام كده، تعمل إيه؟ تستمر في تقوية العدد والجيوش والتسليح،
وبعد استئناف الحرب اللي يحصل تفوق اسرائيل على كل جبهات القتال، وانتصار مين؟ انتصار اسرائيل وهزيمه الايه؟ العرب في حرب فلسطين. فلازم تكتب الاثنين. حققت ثوره 23 يوليو 1952 احد اهم اهدافها وهو القضاء على الاستعمار واعوانه. ازاي يا مستر بقى؟ بص يا حبيبي، اول حاجه نقول ايه؟ حل طبعا الاحزاب السياسيه. ده شهر 1 سنه كام؟ 1953. ايه تاني؟ ممكن نقول له ايه؟ اعلان او الغاء الجمهوريه. طبعا اعلان الجمهوريه والغاء الملكيه، واصبح الرئيس محمد نجيب اول رئيس لجمهوريه مصر العربيه. الكلام ده في سنه 1953. وبعد كده عندك برضو توقيع اتفاقيه الجلاء 1954، ورحيل القوات البريطانيه عن مصر 1956 بعد احتلال دم 74 سنه. بيقول لك هنا ايه اوجه الارتباط او العلاقه بين الولايات المتحده الامريكيه وحرب الاستنزاف؟ ممكن نقول ايه؟ تدخلت الولايات من خلال وزير خارجيتها اللي هو روجرز، وقدم مبادرة اسمها مبادرة ايه؟ روجرز لوقف اطلاق النار والتمهيد لحل النزاع سلميا. ما العلاقة بين منظمة اليونسكو وحفظ التراث الحضاري والثقافي لمصر؟ ممكن نقول لمنظمة اليونسكو طبعا دور في إحياء مكتبة الإسكندرية وإنقاذ معبد أبو سمبل من الغرق. جميل جميل. تعالوا نكمل معانا. بيقول لك ما نتائج لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية لحسم الخلاف على مدينة طابة؟ انتوا عارفين ان حصل خلاف بين مصر وطابة على او مصر واسرائيل على مدينة مين؟ طابة. راحوا لمحكمة العدل الدولية. هنقول ايه بقى النتيجة؟ اصدرت المحكمة قرارها لصالح مصر ان طابة مصرية 1988. حلو. رجوع طابة لسيادة مصر سنة كام؟ 1989 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. ما نتائج التطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة؟ طبعا يا جماعة بيع مؤسسات تمام كده وشركات ومصانع الدولة لفئة معينة من رجال الأعمال أدى إلى ارتفاع الأسعار وخروج آلاف العاملين بنظام التقاعد المبكر وانضمامهم لصفوف البطالة. ركز معايا هنا. سؤال من احلى الاسئله اللي جت السنه اللي فاتت على مستوى الجمهوريه يعتبر السؤال ده. ركز معايا لانه هنا بيعتمد على الفهم والخريطه نفسها. اثبت الشعب المصري مدى وعيه وادراكه للاحداث الجاريه، يعني الشعب المصري دايما فاهم الاحداث اللي بتحصل حواليه، في وقفته الاحتجاجيه في سيناء يوم 31 يناير 2025 لما وقف عشان الشعب الفلسطيني، ويوم 31 مارس 2025 وعند معبر رفح يوم 8/4/2025 ضد قرار تهجير اهل غزه. يعني ترامب يا جماعه بتاع امريكا كان بيقول لك لا احنا عايزين نهجر اهالي غزه لسيناء، الشعب المصري وقف له يا باشا، مش حاجه اسمها الكلام ده، حاجه اسمها تهجير. نسمع. بص بقى بيقول لك الرقم الدال على الاراضي العربيه ده قرار يا جماعه. لازم افهم دي خريطه ايه؟ دي خريطه قرار تقسيم فلسطين 1947. اللي قسمناها ايه؟ صلوا على النبي. قسمناها دولة عربية
ودوله يهوديه، والقدس منطقه دوليه. طب فين الدوله العربيه بقى؟ بص يا عم، دي الدوله العربيه هي اللي هي فيها خطوط دي، يبقى رقم واحد دي دوله، الدوله اهو العربيه، رقم واحد هي الدوله العربيه. طب رقم اتنين دي الدوله اليهوديه، بص كده دي الدوله اليهوديه. طب يا مستر انا شايف حته كده فجوه في النص كده، دي مين؟ دي مين؟ دي القدس اللي كانت تحت اداره دوليه، فممكن يجيب لك الشكل تاني بس مع اختلاف المعطيات. جميل. رد فعل اليهود من قرار تقسيم فلسطين، طبعا وافق اليهود وقاموا بطرد الفلسطينيين من بيوتهم وارتكاب أبشع المذابح مثل دير ياسين. تمام كده؟ ويبقى كده الحمد لله يا جماعه خلصت معانا المحافظه. على فكره المحافظه كويسه جدا وفيها اسئله محترمه قوي. تحيه للموجهين الفيوم. ماشي، صلى على النبي. تمام، واكتب لنا كومنت حلو واستناه في محافظه جديده. سلام.